الحال بالنسبه لنا المقابله الثالثه كانت جد مهم اننا نحققوا نتيجه اللي تكون ايجابيه ونبقاو في هذيك الديناميك بوزيتيف ديالنا. الحمد لله اليوم نجح الماتش، عارفين انه متابعين بزاف ديال المقابلات، خصنا نوفقوا ما بيناتهم، خصنا نحاولوا نلقاو التوليفه باش ناخذوا الريزولطا ونبداو نحافظوا على العالم. توفقنا الى حد ما الحمد لله، 3 نقاط اهم شيء. نعم، شكرا سيد المدرب. السؤال الاول للشركه بيان سبور، بيان سبور ما كاينش الشركه الرياضيه. الدوزيام ميدي انتيغري او لاما ما كاينش. دونك الاسئله الاخرين مختلف من المناطق الاعلاميه. شكون غادي يكون شي سؤال باللغه العربيه. ابراهيم الحداد، موقع برلمان سبور. كيف ما كنعرفوا ان نادي نهضه بركان اضحى معادله صعبه على مستوى البطولات الكونفدراليه الافريقيه، كيفاش كتشوف هذه المساله؟ واش مصدر ضغط ولا مصدر تحفيز؟ شكرا. اولا كنظن انه نهضه بركان ديما كان معادله صعبه، ماشي عندها اليوم نادي اللي عنده الاسم ديالو. كنظن بصمد على مسار جد ايجابي مليء بالالقاب في السنوات الاخيره. كنظن امتداد واحد المشروع نبقاو فيه اللي كنظن حنا بامكاننا هذه السنه نقدموا اداء اللي يكون جيد ونبقاو في نفس المسار اللي بطبيعه الحال فريق كروي يلعب على الالقاب، فما يمكنش لينا نقولوا انه تبدلت شي حاجه اكثر ما هو طموح اكثر ورغبه اكبر في تحقيق مزيد من الانجازات ومزيد من الالقاب. الامور فهي جد عاديه بالنسبه لنا. مجيد بعسلية كاب 24. اولا مبروك الانتصار ديالو. بالنسبه بالنسبه لفريق النهضه البركاني، شفنا الفريق تحسن على مستوى التشجيع واصحابها خاصه في المباريات الاخيره، وكتقول لنا مع توالي المباريات غادي يتحسن الاداء ديال الفريق. اليوم شفنا فريق النهضه البركاني تحرك، يعني ولينا كنشوفوا الاهداف في المباريات الاخيره. وبالنسبه نتكلموا على اللاعب بولفالي اللي كان صاحب الثنائيه في المباراه ديال الماضيه ديال امام فريق الملعب المالي. اليوم ما شفناش في هذا الماتش، واش نقدروا نشوفوه هو مصاب، واش نقدروا نشوفوه في الماتش ديال البطوله ولا نشوفوه في المباريات القادمه؟ اولا الغياب ديال باش نبدا من الاخر، كما قلتي الغياب ديال بول فهو نتيجه عن الاصابه ونتمنوا انها تكون خفيفه وهذا الشيء اللي كان ميدسان. دونك هادشي علاش كان غايب ديما وبيغا واش غادي يكون معنا المقابله الجايه ولا لا. اما بالنسبه ليا فكنظن تحسن المجموعه فهو راجع كما قلت لي طا ديسبري ديالو، كما قلت سابري انه كما كنقول لي هو امتداد المشروع اللي هو اساسي، ولكن راه كاين واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي كنحاولوا ندخلوهم في المنظومه ديالنا، لاعبين اللي باقي كيستانسوا بالاجواء ديال بركان اللي هذه اول سنه ليهم، اول شهور يدوزوا هنا. اهم شيء يكون عندك ليطا ديسبري، اهم شيء يكون عندك واحد المجموعه. كنظن ابخي كلشي غادي يجي من بعد. كما قلت ما علينا الا العمل، نثقوا في الخدمه اللي تنديروا، نثقوا بعضياتنا. ابخي اون فيغا شنو ممكن يوقع. بالنسبه لي انا ساتيسفي على المردود ديالي.